جالي رسالة في بريد صوت بتقول: بقالنا 7 سنين متجوزين، وفجأة قرر يغير باسورد موبايله ويخفيه عني حتى وهو نايم. لما سألته قال لي دي خصوصية، ولما اعترضت قال لي انتي مش واثقة فيا. انا بموت من جوايا ومحتاجة اعرف انا اللي مكبرة الموضوع ولا دي فعلا بداية النهاية. صاحبة الرسالة بتسأل سؤال بيحرق دم آلاف الستات والرجالة النهاردة: هل من حق شريك حياتك يكون ليه صندوق اسود ما يعرفش عنه الطرف التاني حاجة؟ وايه الفرق الشعرة اللي بين الخصوصية والسرية؟ تحليلي للموضوع ان الثقة مش معناها اننا نكون كتاب مفتوح 24 ساعة، بس اول ما تبدأ المخاوف تظهر الخصوصية بتتحول لعزلة. لما بنخفي حاجة احنا مش بنحمي خصوصيتنا، احنا بنبني سور بيننا وبين اللي بنحبهم. الرسالة دي حطتني في حيرة، عشان كده هسيب الرد لكم في الكومنتات. لو شريك حياتك غير الباسورد فجأة، هتعتبري ده حق شرعي وخصوصية، ولا إنذار خطر وخيانة للثقة؟ احكوا لنا، حصل معاكم مواقف مشابهة ولا لأ؟